مفاجآت ال 150 مليار دولار هل تكفي لإنقاذ الجنيه المصري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. سؤال واحد بس هو اللي هيحدد شكل الاقتصاد المصري رايح فين الشهور اللي جاية. هل احنا فعلا دخلنا على مرحلة نهاية أزمة الدولار، ولا كل اللي حصل ده مجرد هدوء ما قبل العاصفة؟ لأن اللي بيحصل في سوق الصرف خلال الفترة دي بصراحة حاجة محتاجة تحليل، مش مجرد تعليق كده وخلاص. إنك تشوف الدولار بينزل مش كفاية، وفي نفس الوقت الالتزامات بتجري ورا بعضها، وده بيفتح مليون علامة استفهام. فيخليني اقول لك بصراحه، لو ازمه الدولار دي خلصت يبقى لازم نشوف مؤشرات واضحه مش كلام. طب لو ما خلصتش يبقى اللي جاي اصعب من اللي فات. علشان كده في حلقه النهارده هفصل لك الصوره كامله بالارقام والتحليل، وكمان المصادر الغربيه. وحط تحت المصادر الغربيه دي تحتيها 200 خط. ليه؟ لان بصراحه ناشرين تقارير الاعلام المحلي مش بيجيب سيرة عنها. عاوز تعرف؟ هقول لك. بس علشان اقول لك، لو اول مرة بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. قهوتك بقى الحلوة وحصلني. خلينا كده نبدأ بالسؤال اللي كل الناس بتسأله: هل أزمة الدولار فعلا خلصت؟ وهل الحكومة بقت عندها وفرة دولارية تخليها تغطي احتياجاتها من غير ضغط ولا لا؟ السؤال ده مهم جدا ومش بسيط، والإجابة بتاعته مش ولا لا. ده السؤال ده مرتبط بحركة اقتصاد كاملة، مش بس سعر بيتحرك على شاشات البنوك. أول مؤشر إن حركة الدولار الفترة اللي فاتت، في الأسابيع اللي فاتت شفنا إن الدولار بينزل لمستوى 47 جنيه فاصل 17 قرش، وفي اخر الاسبوع، من اخر الاسبوع في التعاملات، وده رقم مريح نسبيا مقارنه باللي شفناه قبل كده. طيب ده معناه ايه؟ هل الازمه انتهت؟ لا. ازاي ده بينزل اهو؟ ما انا جاي لك بقى اهو عشان اقول لك. ده معناه ان في تغيرات بتحصل في الخلفيه لازم كلنا نفهمها. طب ايه هي؟ خليني بس اقول لك الاول، انت ايه المصادر اللي عندك اللي بتجيب لك دولارات؟ الدوله اعلنت عن ارقام واضحه في مصادر النقد الاجنبي، بدليل ان البنك المركزي المصري طلع وقال لك ان حصيله الدولارات في مصر الاحتياطي بتاعها وصل ل 50 مليار دولار، وده على صفحه البنك المركزي الرسميه. جات لك منين الدولارات؟ من صادرات، من تحويلات مصريين في خارج، عوائد سياحه، عوائد قناة السويس، إضافة إلى ذلك كمان استثمارات العربية الخليجية، ودي أصبحت عنصر مهم بل وجزء مهم من الاقتصاد المصري، جزء لا يتجزأ. دلوقتي بقت عندنا استثمارات عربية خليجية في مصر، بمعنى أصح كده بقت شريكة في الاقتصاد المصري. وكل ده بالفعل رفع احتياطي النقد الأجنبي لرقم، وزي ما قلت لك، 50 مليار دولار. وده في حد ذاته تطور، لانه بيقول عندك وفره على الاقل، راحه مؤقته. يعني الراحه دي هتسندك في الايام اللي جايه. لا قدر الله، محدش عارف بكره جاي بايه. انت ممكن تلاقي قدر الله تحصل اي حاجه تبوظ كل الخطط اللي انت ماشي فيها. هتقول لي زي ايه؟ هقول لك زي حضرتك الاغلاق الامريكي اللي حصل، اللي الامريكيين بيعانوا منه لحد النهارده. دي برضو كانت خارج التوقعات، صح ولا انا بتكلم غلط؟ عندك كمان قناه السويس، دي نقطه مهمه جدا. مفيش كتير من منشئين المحتوى اتكلموا عنها. خلاص من بعد الضربات الحوثيه اللي كانت تحت في البحر الاحمر، ما حدش جاب سيره قناه السويس من تاني. خليني اقول لحضرتك ان قناه السويس خسرت قبل كده حوالي 60% من عائدات بتاعتها اللي ما يتسموش، والاحداث اللي حصلت في البحر الاحمر. بس مؤخرا رئيس هيئه قناه السويس اللواء اسامه ربيع قال ان الهدوء اللي حصل رجع حركه الملاحه لطبيعتها من تاني، وده معناه ان قناه السويس مرشحه ترجع لارقامها القديمه من تاني، اللي كانت تقريبا حوالي 9 مليار دولار سنويا. وده كمان يخلينا ان في استقرار
حصل بالفعل. المؤشر ده مهم جدا لانه كان عامل بيضغط في الشهور اللي فاتت. طب هل كده نقدر نقول ان الازمه خلاص خلصت؟ لا لسه. هو انت يا عم في ايه؟ ما بص، انا عايز اوصل لك حاجه، انا بشرح لك كل حاجه عشان تبقى كل حاجه قدامك وعارف ان الدولار ده رايح فين وجاي منين، بس انا بحكيها لك بالعاميه المصريه بعيدا عن المصطلحات الاقتصاديه الناشفه اللي تخلي الواحد يزهق ويطلع من الفيديو. لان الجزء الثاني من الصوره فيه التزامات مش ايرادات. احنا كده اتكلمنا على الايرادات وازاي ال 50 مليار دولار دول اتجمعوا. طب الالتزامات، خليني اقول لك كده الارقام المعلنه ان في حوالي 18 مليار دولار مطلوبين خلال السنه دي، و24 مليار دولار لازم يتسددوا اول نص السنه 2026. يعني احنا بنتكلم عن ارقام ضخمه مش سهله. وكمان صندوق النكد بنفسه قال ان المشكله دي مش في القروض بس، المشكله الاكبر في فوائد القروض. انت معايا؟ انت مركز معايا؟ يعني كده لازم نسدد بالدولار. شوف انت بقى الارقام اللي انا قلتها لك دي، 18 مليار خلال السنه اللي احنا فيها 2025، وعندك لسه 24 مليار دولار في النص الاول من 2026. انت بتتكلم رقم، وخلي بالك بالدولار. لما تيجي نتكلم بقى عن جزء مهم عن صفقه قطر، لازم ناخدها نقطه نقطه. الحكومه قالت ان الحصيله اللي هتيجي من الصفقه مع قطر اللي قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار مش هتدخل السوق. نعم حضرتك، امال رايحه فين؟ هتروح لتخفيف الديون، وده معناه ان الفلوس مش اضافه لسوق العمله، بالتالي هي مش محسوبه يعني كوفره نقديه ان هي تخفف الضغط، لا ده هي جايه عارفه سكتها رايحه فين؟ تسديد ديون. انت واصلك انا عايز اوصل لك ايه؟ يعني مش كل حاجه نطلع نقول ان هي هتنزل الجنيه. يعني احنا كلنا فرحنا وقلنا الله صفقة قطر جاية مع شوية استثمارات كويتية، ونفك الودايع في البنك المركزي ونحولها لاستثمارات. ادي اول صفقة جاية من بره داخلة على طول على تسديد ديون، يعني ما تعملش حسابك فيها. يعني رغم الاخبار الكويسة الازمة لسه فيها جوانب مش متغطية بالكامل. وده بيفتح سؤال مهم، هل الموارد دي هتكفي للالتزامات اللي جاية؟ الاجابة المباشرة لا. نعم، يعني كل الفلوس اللي داخله لنا دي احنا عندنا التزامات اكتر من العائد اللي داخل لنا، الموارد اقل من الالتزامات. وده السبب اللي بيخلي فيه ازمه دولار لسه قايمه حتى لو السعر نزل شويه. مؤشر بسيط جدا يحدد لك ان كانت الازمه دي خلصت ولا لا. هقول لحضرتك حاجه، اي مستثمر او اي واحد داخل يطلب دولارات من البنك، اي بنك، لو دخل البنك او شركه الصرافه وطلبت دولارات ومحدش قال لك، خلي بالك في الكام نقطه المهمين دول، ومحدش قال لك رقم واحد استنى، رقم اتنين تعالى بكره، رقم ثلاثه هات اثبات، رقم اربعه هات ورق، رقم خمسه لازم نعمل عنك استعلام، رقم سته انت ليك حد اقصى. لو الجمل دي ما اتقالتلكش وانت رايح تطلب دولارات، اعرف كده ساعتها ان ما عندكش ازمه دولارات. لكن بالعكس، اللي انا شايفه الايام اللي احنا فيها في حد بينطلب منه جمله واحده من الكلام اللي انا قلته لحضرتك كده بالظبط، ساعتها نقدر نقول الازمه خلصت لو ما حدش طلب منك الكلام ده كله. لكن طول ما في قيود وطول ما المواطن مش قادر ياخد دولار بسهوله، يبقى لازم حضرتك تعرف واحنا مغمضين ان لسه في ازمه دولار. طب ليه ما شفناش انخفاض اكبر في سعر الدولار؟ لان لسه في مخاطر كبيره ان الدولار ينزل بشكل مبالغ فيه، وده كمان بيضرب قطاع التصدير وبيضرب الصناعه وبيعمل خسائر. يعني نزول الدولار بيعمل خسائر، بيعمل خسائر. الناس اللي بتصدر اول ناس هتخسر، الناس اللي بتصنع وبتصدر اول ناس هتخسر. فالبنك المركزي المصري بيتحرك بحذر وبيوازن ما بين استقرار سعر الصرف، وبيوازن ما بين الاحتياطي، وبيوازن ما بين الالتزامات ووضع الاستثمارات. ما انت لسه عندك كمان في اموال ساخنه، دي الناس دي برضه هينوبها من الحب جانب. وتأثير الانخفاض الحقيقي عن الاقتصاد المصري. لازم تعرف ان البنك المركزي المصري ده بيقوم بمهمة قومية كبيرة جدا. ده انت عندك يعني انت كموظف فيتك لما بتجيلك فلوس وبتصرف، انت تخيل بقى الراجل ده بيوازن ما بين سعر الصرف والاحتياطي بتاعك والالتزامات بتاعتك ووضع الاستثمارات اذا كانت استثمارات مباشرة او غير مباشرة والانخفاضات اللي هو هيخفضها. فالموضوع يا جماعة مش سهل، مش مجرد شويه دولارات دخلت لك من اي استثمارات سواء قطريه كويتيه اماراتيه سعوديه من تاني يوم نستنى على الشاشات ان الدولار نازل. الموضوع مش بالبساطه كده يا جماعه، الموضوع اكبر من كده، الموضوع اقتصاد قومي. يعني خلاصه المشهد يا عزيزي المشاهد علشان ما اطولش على حضرتك، نقدر نقول ان في تحسن في موارد الدولار. احنا مع النقطه دي، في هدوء في سعر الدولار. الاحتياطي زاد. قناه السويس بدات تتعافى.
السياحه ماشيه كويس؟ لا، ده تفوقت اكتر ما هي ماشيه كويس بالرغم من الاوضاع الجيوسياسيه المحيطه بيه. عندك استثمارات عربيه موجوده الحمد لله وبفضل الله، بقت جزء لا يتجزا من الاقتصاد المصري. لكن وبال بقى الكلام الحلو اللي احنا قلناه، عندك رقم واحد لسه عندك التزامات دولاريه كبيره، عندك فوائد الديون الضخمه، ولسه القرض اللي هتاخده بتاع الشريحه الخامسه والسادسه اللي هو المفروض المراجعه بتاعته هتتم في اول ديسمبر اللي جاي ده. فلو وافقوا عليه انت لازم تعمل حسابك في القرض ان ليه عليه فوائد بالدولار. عندك كمان لسه تحويلات المصريين اللي في الخارج متذبذبه، هم متوقعين ان في تعويم فالناس بدات تمسك ايديها شويه، فهو الوضع مش كده خالص. عندك كمان التصدير محتاج دعم ومحتاج مرونه وشفافيه اكتر من البيروقراطيه الموجوده الحاليه. لسه عندك قيود على الدولار، وبالتالي ازمه الدولار ما انتهتش لكن اتحسنت. علشان بس نكون منصفين لكل الاوضاع، هي لم تنتهي ولكن اتحسنت. الحكومة محتاجة استراتيجية طويلة المدى تعتمد على موارد مستدامة مش موارد مؤقتة. في الخاتمة يا عزيزي المواطن، لازم أقول لحضرتك إن ده تحليلنا بالكامل لموضوع الدولار، وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية هكمل لك بالتفصيل كل جزئية ونشوف تأثيرها على السوق المصري والدولار. ما تنساش كمان تقول لي رأيك في التعليقات تحت، واستناني في التحليل اللي جاي. وده وصلت معايا لنهايه الفيديو، مش هوصيك بقى انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.